ده غيرت مفرش السرير ونفضت السرير كويس وفرشته وطبقته، وشلت كده السجادة من الارض ومسحت الارض وسبتها تنشف وظبطت الدنيا كده معايا، وفتحت البلكونة علشان تهوي الأوضة، وبعد كده هفرش بإذن الله. عندي نضيفة وزي الفل. وبرضو الصالة جيت كده غسلت كمية مواعين زي ما انتوا شايفين كبيرة جدا، ده كمان من جوه المواعين فوق بعضها، يعني مكفية كذا طبق فوق بعضه، والمواعين كلها فوق بعضها زي ما انتوا شايفين معايا كده كمية مواعين يعني. الله المستعان. الحمد لله ان هم خلصوا على خير. والحلة اللي على البوتاجاز دي فيها اكل زايد للطيور، وغسلت الحوض كمان ونضف معايا وبقي زي الفل. همسح ارضيه كده المطبخ، وبعد كده تكون الدنيا معايا كده نظيفه وزي الفل. هسيب المواعين تتصفى كده، وبعد كده ايه هحط كل حاجه في مكان. برضو عندي الصاله نظيفه كده، همسحها بس كده هديها وش مسيح كده من فوق، وكل حاجه هتكون معايا متظبطه وتمام وزي الفل باذن الله. الحمام ده بتاعي بيدخل كده الشقه لو كان في اي حبايه رز او اي حاجه في الارض، فهو ايه بياكلها، بس طبعا الحمام نظيف يعني ما بيعملش حاجه. هنا كده وقفت في البلكونه علشان مستنيه الراجل بتاع البريل والكلور ومعطر الهدوم والحاجات دي كده. بنزل السبت وبيحط لي الحاجه اللي انا عايزاها. هو مش سبت، وانا جايبه جردل ده بتاع البوهيه كده وربطاه في حبال غسيل وبنزله وبحط فيه الفلوس، علشان يعني ايه صعب عندنا ان حد يقف وكده، فبنزل السبت بيحط لي الحاجه اللي انا عايزاها وبنزل له الفلوس في السبت. صباحكم زي الفل حبيباتي. طبعا القناة بدأت تقل مشاهدات تاني، اللي هو بحس ان انا لما بقول لكم تشاهدوا ما بتشاهدوش، تمام، لما بقول لكم خلاص ما تشاهدوش وما تحطوش لايك فبتشاهدوا. فانا عارفة طبعا حبيبي المتابعين اكيد طبعا بيشوف فيديوهاتي باستمرار، انا متأكدة من كده، بس الناس اللي داخلة جديدة يا ريت تشجعني في القناة، لاني والله بجد يئست بصراحة، انا يئست. يعني فانا عارفة ان انا ما بقدمش محتوى جديد ولا في تجديد، بس دي حياتنا ودي بيوتنا في كل بيت مصر بسيط. بنصحى بنغسل مواعيننا بنشطب بيتنا بنعمل اكلنا. انا ممكن اديكم فكرة لاكل جديد تكونوا محتارين تعملوا اكل ايه النهاردة، اشجعكم تقوموا تظبطوا مطبخكم وتنظفوه، اشجعكم تقوموا ترتبوا بيتكم. اتكلم كلمتين ممكن يكونوا افادة لاي حد. ده روتيني ومحتوايا، فبالله عليكم يا ريت تشجعوني، علشان انا وصلت لمرحله حتى جوزي بيقول لي خلاص كده، خلاص سيبك من القناه وما تكمليش، الموضوع مش يعني مش شايف نتيجه مرضيه، وخلاص بدل ما انت يعني بتصوري بيتنا وحياتنا والكلام ده كله، قفلي على الدنيا دي كلها وخلاص، واقفلي القناه، حابه تبيعيها تبيعيها، حابه تقفليها وتسيبيها ماشي. فالله المستعان، يعني انتوا قولوا لي لو انا اقفل القناه وكده خلاص، يعني هتوحشوني اكيد، ولا اكمل وتشجعوني؟ بصراحه يا ريت تقولوا لي اعمل ايه، لاني انا جبت اخري. هنا كده الحاجات اللي جابها جوزي النهارده. جاب كيسين من الكبده، دي كبده وقلوب بس تقريبا ما فيهاش قوانص، دي كبده بس، لان عندنا هنا يعني ما فيش غير جوزي بس اللي بياكل قوانص، واحنا كلنا ما بناكلهاش، فهو جاب كبده. ده كام جرام؟ ده 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو. جاب كيسين، انا مش عارفه اسعار ايه الاسعار يعني بكام. وكمان جاب لنا نص كيلو لحمه مفرومه، يعني ان شاء الله دول ممكن يكفونا يومين ثلاثه. انا هعمل النهارده كيس من الكبد والقوانص عليهم شويه رز محمرين، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا، كل واحد ياكل طبق الرز وعليه حتتين الكبده على السلطه، والحمد لله كده تمام وزي الفل.
دي كبده طازه مش مجمده، يا دوبك بس بتكون مدبوحه كده ما كملتش ساعات، وبيحطها في علب زي كده، لكن هي طازه معايا وزي الفل، مدبوحه ذبح طازه على طول. هاخد كده كيس القوانص كيس الكبده واحطهم تحت الميه. هفتح القلوب دي كده كلها واغسلها كويس جدا من الدم اللي بيكون فيها في النص، واغسلها بليمون، وبعد كده هسلقها واحمرها. احط كده في التحمير بصلايه وطماطمايه قرن فلفل حامي، بيكون طعمها جميل جدا. هنا كده غسلت الكبد والقوانص معايا ونصفت وبقت زي الفل. فتحت كده القلوب كلها وخرجت منها القطعه الدمويه اللي بتكون في النص، وبقت معايا نضيفه زي الفل. حطيت كده حله على البوتاجاز ينزل فيها عندي بالكبد. حطيت بصلايه كده علشان لو ريحه زفاره او اي حاجه، انا غسلتها بليمون وبملح كويس. اسيبها كده تغلي واحط لها الشطه والملح والفلفل الاسود التوابل بتاعتها. وطبعا انا الشوربه دي ما بستخدمهاش، انا بدلقها بعمل رز بمرقه عاديه. ده غدانا النهارده كده. دي فكره الغدا لو انتم محتارين تاكلوا ايه في الغدا، ومش هقول لكم يكون يعني موفر وعلى قد الايد، لان ما بقتش في حاجه دلوقتي رخيصه، كل حاجه دلوقتي بتتكلف وبتكون بمبالغ عاليه. فالله المستعان، ربنا يعيننا يا رب جميعا كده على الظروف اللي احنا فيها. كده حمرت شويه رز بالشعريه، دي مرقه ودي ملح كده، هقلبهم مع بعض وبعد كده هزودهم بالميه. لو كانت فراخ او لحمه انا بحب ازود الرز بالشوربه، لكن بصراحه شوربه الكبده وكده انا عارفه ان الكبده من الفراخ، بس انا ما بحبش شوربتها خالص، انا بصفيها. وهنا كده بشيل الريمه انا على طول اول باول من على الكبده. خلاص استوت، هبدا اصفيها واحمرها، وشويه رز وطبق سلطه، والحمد لله كده فضل ونعمه من ربنا. هنا كده جوزي برضو جاب بطاطا، دي بطاطا بيضه، احنا من عشاق البطاطا البيضه. جاب كمان جوافه، الجوافه دي جايبها سيلفي، فحط لنا منها يعني على قدنا، والباقي اخده فوق. بعد ما يتغدى كده ان شاء الله ونفوق ونشرب الشاي باذن الله كده بالليل في السهره، ناخد البطاطا ونشويها على الفرن تحت وناكل بقى بطاطا كده مع لب كده قدام التلفزيون، ويبقى كده تمام الحمد لله. عند الرخام عايزه تظبط مكان علب الرز اللي انا مخرجاها، والشعريه والنعناع والاطباق الفاضيه والكلام ده كله. برضو هنا عندي كده كام معون، دي الحله اللي هي بحط فيها الاكل الفراخ، وعلى اللبانه مكان ما خلص اللبن، وكم طبق كده. والمصفايه دي اللي كنت بغسل فيها دلوقتي الكبد والقوانص، برضو مواعين قليله على مواعين الغدا ان شاء الله، ويخلصوا بقى الدنيا كده تمام معانا مرتبه زي الفل. عملت صوره بالبار.
ده هدوم بتطبق وهدوم بتتنشر وهدوم بتتغسل وهدوم في الغسالة. دي الطرح دي كلها كانت عندي كده صيفي، غسلتها علشان وعلقتها كده لان انا بحطها في درج الكومودينو، وده الهدوم بتاعت اولادي وجوزي. ودي حافظة سجاد كده نشفت فطبقتها. وكمان في هدوم انا غسلاها ونشراها، فالله المستعان. ربنا يا رب يدينا كده الصحة والعافية، وننظف ونقوم ونظبط ونوضب. والله فعلا نعمة الصحة دي بالدنيا كلها. انا بقالي يومين كده ماسكاني الدوخة بصفة مستمرة، مش فاهمة ليه. اكيد زي ما حبيباتي قالوا لي ان اكيد ده من ضعف النظر وكده، فالله المستعان. مع اني انا عاملة نضارة بس ما بلبسهاش، يعني انا عاملاها قريب جدا بس ما بلبسهاش، لان انا لما بلبسها بشوف الاضاءة الزاهية زيادة عن اللزوم. مش عارفة دي بقى مشكلة في العدسة ولا مشكلة في النضارة نفسها، ولا لان انا دي جديدة فمش متعودة عليها، فانا مش عارفة. ف فهو ربنا يدينا الصحة والعافية. فعلا نعمة الصحة بالدنيا كلها، مادام صحتك كويسة تقدري تعملي كل حاجة، وايدك وعينك هي اللي تعمل لك كل حاجة. ربنا ما يحوجنا لأي حد يا رب في الدنيا، ويجعل صحتنا كده وعافيتنا في بيوتنا ولأولادنا ولحياتنا يا رب العالمين. ما حبيتش اطول عليكم في الفيديو ده اكتر من كده. فيديو كده بسيط ويومنا وحياتنا العادية اللي احنا متعودين عليها واللي احنا دايما بنعيشها. هشيل بقى الهدوم دي كده واحط كل حاجة في مكانها، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.